بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم وصفة النهاردة كوسة بالبشاميل. بصراحة انا شفتها وقلت هجربها، فان شاء الله عجبتني جدا وهعملها معاكم وكمان هتعجبكم بأمر الله. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا معلقتين زيت فيهم فصين مستكة، هنزل فيهم بحوالي نص معلقة توم كده مفرومة بس تتشوح وريحتها تطلع، انا مش عايزاها تغمق. هنزل بقى بالكوسة متقطعة عندي طبعا بالسمك اللي انت عايزاه. انا عايزة الكوسة تتشوح وتاخد لون. والمنكهات اللي هحطها ملح بس طبعا، يعني مش كتير علشان لسه في بقية حاجات تانية، ورشة فلفل اسود ورشة نعناع. هسيبهم بقى كده ياخدوا مع بعض الصدمة المحترمة لحد ما توصل للون اللي انا عايزاه. على بال ما الكوسة تتشوح وتستوي معايا هعمل بقى البشاميل. هحط هنا معلقة سمنة على زيت وفيهم فصين مستكة، هسيبهم بس كده يسيحوا شوية. عندي هنا الزيت سخن، هنزل بمعلقتين دقيق يتحمروا معايا كده، وهحط المنكهات في الفتره دي بتبقى حلوه قوي وبتخلي ريحه الدقيق تختفي تماما. دي بهارات فراخ وكمان فلفل اسود ورشه نعناع. خلاص كده كل حاجه عندي فحفحت خالص. هنزل بقى باللبن بسم الله. هظبط بس كده الملح بتاعي وافضل ايدي فيها لحد ما اوصل للسمك المطلوب. هو كده وصل للسمك التمام اللي انا عايزاه، انا مش عايزاه تخين قوي ولا سايل قوي. هنزل بس بشويه جبن كده مختلفه وخلاص كده انا هطفي عليها. وكده كمان الكوسه وصلت للون المطلوب اللي انا عايزاه وهي كده تقريبا شبه استوت. انا هنشيلها من الطاسه، وفي نفس الطاسه هنزل ببصله مبشوره وعليها رشه فلفل اسود. انا عايزه البصله تاخد عندي لون ذهبي فاتح. سوري، البصل خدت عندي كده اللون المطلوب. هنزل بقى دي قطع فراخ صدور متقطعه، هشوحهم كده مع بعض. المنكهات اللي هحطها برضو رشه نعناع ورشه جوز الطيب وكزبره ناشفه، وطبعا ذره ملح كده بسيطه عشان انكه بيها الفراخ، وشويه بهارات فراخ. انا هودي عليها النار لحد ما الفراخ تستوي معايا. كده الفراخ عندي استوت، انا هطفي عليها وهفضيها على الكوسه بسم الله. بعد كده هفضي البشاميل. عايزه اقول لكم الروايح بجد تحفه، يعني كنت اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين عشان تشموا الريحه. انا طبعا مشغله عندي الفرن مسبقا وكل حاجه تقريبا عندي كده مستويه وجاهزه. خطوه اخيره برضو لو مش حباها مفيش مشكله، هحط بس كده رشه جبن مختلفه. دي عندي تشيدر وموزاريلا. انا هحطها بقى في الفرن لحد ما تاخد لون واطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. ده شكلها النهائي بعد ما استوت. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد حلوه قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا رايكم فيها ايه. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.